عليكم حبيباتي. اليوم حبيت نشارك معكم طاجين المتوم بالطريقه الجزائريه بالطريقه العاصميه، اذا بدون تغييرات، الطريقه الاصليه العاصميه البنات. اذا كما تعرفوا الطواجن هذو ما يخطوناش في شهر رمضان، اذا حبيت نشارك معكم طريقه يجي من اروع ما يكون، يجينا معسل ويجينا بنين يا البنات مع هذيك المريقه الخضراء، اذا من اروع ما يكون. نتمنى حبيباتي تابعوا الفيديو للاخير باش كمل ان شاء الله تنجحوا في الوصفه. البنات يجونا كلش طايب زبده، خاصه في الطاجين اللي ما يعرفوش يستعملوا الطاجين. اذا راح نخلي لكم الطريقه في الطاجين هذا تاع الطين، اذا يجينا من اروع ما يكون. شوف البنات مع هذيك المريقه الخضراء، اذا من اروع ما يكون. اللحم راح يطيب لكم زبده كما راكم تشوفوا. اذا نتمنى حبيباتي تابعوا الفيديو للاخير باش كمل ان شاء الله تنجحوا في الوصفه. اول شيء البنات نجيبوا الطاجين تاعنا. انا نحب بزاف نطيب في هذا الطواجن تاع الطين. اذا نجيب لهنا البنات مغرفه اسمن كما راكم تشوفوا، تقدروا تعوضوها بالزبده. نجيب لهنا المرشو تاع اللحم بهذا الشكل. انا حبيت البنات نقسموها هكذا على اثنين هكذا باش يجيني السمك تاعو رقيق ويطيب لي في الطاجين. اذا نغلي اللحم تاعي مع السمن، نغليه مليح مليح فوق النار ونرجع لكم بعد ما يتغلى البنات اللحم تاعنا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. اذا راح نضيف عليه هنا البصل، حبه بصل صغيره كتكربجها ولا نص حبه، عليها الحميصه اللي هي تقريبا كمشه، ما تكثروش البنات على حسب الكميه اللي رايحين نحضروها. نديروا هنا عود قرفه والملح، وما تكثروش البنات خاصه للمبتدئات. اذا حطوا شويه برك وراكم تذوقوا من بعد وتزيدوا اذا حسيتوا الطاجين تاعكم مسوس. حطوا فلفل كحل. اذا نخلطوا المكونات كامل مليح مع بعض، ونعاود نحط الطاجين تاعي على النار حتى يتغلاو من المكونات مليح. فيها واحده اخرى البنات عندي هنايا كما راكم تشوفوا ثوم، حطوا البنات راس ثوم صغير. اذا رايحه نكرفجو هنا ونرجع لكم بعد ما يتغلى البنات اللحم مع الدوزان كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. اذا واش راح نضيفوا عليه البنات؟ راح نمرقوا بالماء. الماء يكون سخون. ماذا بكم البنات ما تحطوش الماء على اللحم، اذا نحطوه على جهه. اذا نمرقوا مزما يطيب لنا اللحم اذا بهذا الشكل. اذا نخلطو مليح وراح نغطي على الطاجين تاعي ونخليه البنات حتى يطيب لنا كي يكون اللحم في نص الطياب البنات. اذا نحيه. جهه واحده اخرى البنات نجيبو نحضروا كرات اللحم مع بعض. اذا هنايا عندي كميه تاع الفيون داشي، راح نحط عليها هذاك الثوم اللي كنا كربجناه بهذا الشكل. راح نحط عليها مغرفه تاع سميد البنات، تقدروا تعوضوها بالشابليغ لانه هو اللي يعطينا الطراوه للكرات تاع اللحم. شويه فلفل كحل، شويه ملح، شويه سمن ولا زبده كما تحبون. حطيت سمن، نحط معاهم بيضه. اذا راح نعجن كل المكونات مليح، نخلطهم ونعجنهم مليح بهذا الشكل. قولوا لي في التعليقات البنات اللي تعرف علاش سميناه المتوم. هذا الطبق التقليدي العاصمي، اذا من الاطباق الجزائريه البنينه بزاف وما نستغناوش عليها في العرضات تاعنا وخاصه في شهر رمضان. اذا كتبوا لي في التعليقات اللي تعرف علاش سميناه المتوم. اذا انا على حد علمي انه كي كنا مخلطين معاه اللحم ظراف والفيون داشي ديبول. نصوروا الفيون داشي تاعنا بهذا الشكل البنات، كرات يكونوا صغار. اذا نخلوهم جانبا. ما يكون اللحم البنات في نص الطياب تاعو كما راكم تشوفوا. اذا نجي لهنا ونحط البولات تاع اللحم بهذا الشكل البنات، ونعاود نغطي على المتوم تاعي ونخليه حتى يطيب وتثقل هذيك المرقه نتاعو بهذا الشكل. الريحه راهي دايره حاله البنات. اذا نشاهدكم في الجنه حبيبات قلبي. اذا نتمنى تجربوا هذه الاطباق. اذا نشكر بزاف البنات اللي راهم يجربوا في الوصفات وراهم فرحانين بهم. اذا نشكركم البنات على الثقه تاعكم في وصفاتي. نتمنى كامل البنات يجربوا هذا الاطباق التقليديه هكذا باش نحافظوا عليهم ونعلموهم لبناتنا. اذا لهنا راح نغطي على المتوم تاعي. اذا نعاود نرجعوا فوق النار حتى يطيب مليح.
شوفوا حبيباتي الطاجين تاعنا على مائده التقديم كما راكم تشوفوا البنات، يجي من اروع ما يكون. شهيتكم في الجنه حبيبات قلبي. هنايا البنات زينت الطبق تاعي بحبات اللوز، حمصتهم في شويه زبده ولا شويه سمن كما تحبوا البنات. اذا وخليت المرقه تاعي هذيك اختارت وعقدت كما راكم تشوفوا. الريحه راهي دايره حاله حبيبات قلبي. نتمنى حبيباتي تعجبكم الوصفه تاع اليوم. خلوا لي رايكم في التعليقات، اللي جربوا الوصفات يعاودوا يكتبوا لي في التعليقات باش كامل البنات يتشجعوا ويجربوا الوصفات. نختموا الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. وانتظروني حبيبات قلبي في فيديو جديد. سلام.